اول سؤال بقى، وطبعا قبل اي سؤال انا حاسه بيكي جدا جدا، وبرغم الوجع والالم والانهيار والكسره اللي انت فيها وما زلتي عندك امل ان بيتك يرجع يتلم شمله تاني، وعندك استعداد انك تسامحيه وتغفري له، ودي حاجه مش هينه على اي واحده ست. فانا بحييكي بصراحه على سؤالك ده. اول سؤال بقى، هل هو فعلا عاوز يرجع؟ اصل الرجوع مش طرف واحد، مش قرار منك بس، فرخه جوه العشه ايش هش 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 هتدخليها جوه وتقفلي عليها. لا، لازم يكون قرار الرجوع ده قرار من طرفين، انتي وهو. تاني سؤال، هل فعلا في ندم حقيقي؟ يعني هو اوكي عاوز يرجع زيك وحس بغلطه، ندمان؟ هو فعلا حاسس بالندم والخزي والعار من تجربة هو عاشها أثرت فيه هو في نفسه، ثم في البني آدمية اللي ليس لها حول ولا قوة عايشة معاها في البيت، وفي نفس الوقت سامحته وقدرت النزوة أو الغلطة دي وعايزة تكمل معاه الحياة؟ هل فعلا في ندم؟ طب السؤال الثالث، هل بقى انت يا ست الكل برغم بقى ان انت دخلتيه وهو ندم وتمام وزي الفل، هل فعلا الحياة بينكم وبين بعض هترجع تاني لمصدرها الطبيعي من غير بقى ما تبدأي تقولي له انت عملت، انت حطيت، انت قلت، انت شلت، انت؟ اسألي بقى الأسئلة دي لنفسك وجاوبي عليها الأول. لو قلتي لي ان كل الأسئلة دي اوكي وتمام ومفيش فيها مشكلة، ابدا نخش على الحاجات اللي تقدري حضرتك تعمليها عشان تستعيدي بيها تاني حب وثقة ودعم نفسك لنفسك ثم زوجك. يلا معايا. طبعا قبل ما اقول اي حاجة من اللي هقولها لك، خلي بالك في حتة قوية جدا جدا لازم تاخدي بالك منها قوي قوي. لو انت بتعملي المجهود ده عشان ترجعيه جوه البيت عشان خايفة من المجتمع هيقول عليكي ايه، او هيوصمك بايه، او هيبدأ يبكت فيكي يقولك ايه، ارجوكي ما تعمليش اللي انا هقولك عليه ده. لو عايزة ترجعيه عشان فعلا انت بتحبيه والعقل والمنطق والتفكير وكل حاجة بتقتضي بيها ظروفك، تقولي انا بحب الشخص ده لذاته وان مميزاته 1 2 3 4، وان انا مقدمة على اللي انا هعمله ده بكل وعي وادراك وقرار صائب ان انا عايزة ادخله تاني محور حياتي عشان انا محتاجاه، مش خايفة من المجتمع وكلام الناس. نبدأ مع بعض. اول حاجة، رجعي ثقتك في نفسك، لان كل هقولهولك بعد كده من غير ما تستعيدي توازنك وثقتك في نفسك هباء قدرا. يعني انتي مش مقصرة، ولو مقصرة ابدأي دوري في دفاترك بالظبط انتي عملتي ايه. يعني هل انتي مهتمية بشكلك؟ اه طبعا. هتقولي لا الشكل مش مهم. لا حبيبتي، الشكل مهم جدا جدا. اولا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيتسأل عن المرأة تنكح لإيه، من ضمن الأسباب اللي تنكح ليها المرأة جمالها. فلو ما كانش جمال المرأة وهندامها وريحتها وطريقتها وأسلوبها ورفضتها اللي طاغية على التعامل مع الراجل، لو ما كانتش دي الحاجات مهمة، ما كانتش دي من ضمن الأربع حاجات اللي تنكح ليها المرأة. فهي مهمة قوي، مهمة قوي. فانت بقى فتحي الادراج القديمه كده واقعدي بينك وبين نفسك وامسكي ورقه وقلم وابدأي بقى اكتبي كده ورايا. هل انت فعلا كنت مقصره؟ هل انت كنت بتلبسي لبس جميل وشيك مناسب لقدوم زوجك من شغله مثلا؟ هل انت في علاقتك الحميمه معاه كنت بتأدي ده وانت بكامل استمتاعك وكنت بتديله احتياجاته بالكامل؟ طيب هل انت وانت معاه وهو بره في الشغل مثلا وانت كنت جوه البيت، هل بيسمع منك كلام ملوش لازمه، صوت عالي، نفور، ابدأي بقى تهمشي وتحقري وتقللي من دور اللي هو بيعمله لدرجة انه اتخنق فبدأ يبص بره؟ ما ببررش طبعا، بس انا بقول ان في حاجات اوقات كتير قوي الستات بتقوم بيها بدون وعي وبدون ادراك بتساعد ان الشيطان يلعب في عقل الراجل، والشيطان كده بيمسك يقوم مسلمه على طبق من ذهب لامرأة لعوب بره. فانت بتساعدي في ان زوجك يبقى ضعيف. انت بتساعدي ان زوجك يبقى ضعيف. رضيتي ام ابيتي انا لازم اواجهك. انت بقى شروطك كلها مستوفيه ولقيتي ان درجك ده مترتب ومتهندم وريحته جميله واسلوبه حلو ومتشيك كده ويعني وسو اليجنت، اوكي تمام. يبقى نبدا نقفل درج ان انت مخطئه او في تقصير من عندك، وتبداي تجبري الكسر اللي جواكي ده. ولو اي مقوله
سلبيه بتراودك وبتهجم عليكي وبتقولك ان انت مش وحشه، او سوري انت وحشه، او انت ما تستاهليش ان انت تكوني زوجك مخلص ليكي وواخدك بين احضانه وبيطبطب عليكي وبيقعد معاكي ووقته كله ليكي، لا، ابدأي بعيدي خالص المقولات السلبية دي كلها عنك، وابدأي قولي ان العيب مش فيا انا عامله كل ما عليا. العيب اكيد في الطريقه اللي فكر بيها زوجي، العيب اكيد في الضعف اللي تخلله وخلى واحده تانية تلعب بيه وبمشاعره وتبدا تسرقه مني. هي مفيش ست بتسرق راجل، هو الراجل هو اللي بيسلم نفسه للست. بس يعني خلينا نديهم نوع من المبرر كده ولو بسيط صغير قد كده عشان خاطر يدخلوا لنا منه، او نرجع تاني نفتح باب العلاقة من أول وجديد ونبقى مطمئنين لرجوع الراجل. يعني نسيبيله كده إيه ولو مدخل بسيط كده يبدأ يتشعلق فيه عشان يبقى يحفظ ماء وجهه، يعني بالبلدي كده زي ما بيقولوا. طيب احنا ثقتنا في نفسنا وقفنا على رجلينا واسترجعناها بالكامل، ايه الخطوة اللي بعد كده؟ يلا معايا نشوف.